السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هشام عماد. كنت حابب اتكلم معاكم في موضوع كده، هو موضوع ممكن ما يبقاش علمي شوية، بس هو يعني حاجة كده نصيحة ليك تبقى انت عارفها، وفي نفس الوقت ان شاء الله تستفادوا منها. مبدئيا، ما سألتش نفسك ايه اللي بيبعد عن ربنا مرة واحدة ويبدأ ان هو ينقطع عن الصلاة، وان هو يبتدي يبعد عن العبادات كلها مرة واحدة كده؟ ليه حياته بتتغير؟ ليه مرة واحدة كده تلاقيه حاله اتشقلب، وبعد ما كان ناجح وبقى عالي مرة واحدة بيبتدي ينزل بالبطيء؟ برأيك انت ايه السبب؟ مبدئيا، معلومة ليك، ربنا خالق جوانا كلنا جهاز تدمير ذاتي. جهاز تدمير ذاتي، ايوه بالظبط، هو جهاز تدمير ذاتي. الجهاز ده بيبدأ يشتغل لما انت بتبتدي تبعد عن ربنا واحدة واحدة. ازاي؟ يعني لما انت تبتدي انك تبعد عن الصلاة، تكسل عنها شوية، تبتدي انك تأخرها او تجمعها، فيبدأ جهاز التدمير الذاتي ده يشتغل واحدة واحدة في ان هو يبتدي يخليك تحس باليأس، وتحس ان انت ملكش دور في الحياة، ملكش لازمة، ويبتدي ينسيك السبب اللي انت مخلوق اصلا علشانه، وهو تعمير الارض. يعني انت لما بتبدأ تبعد عن الصلاة او عن ربنا بمعنى اصح، بيبدأ جهاز التدمير الذاتي ده ينسيك انت ليه موجود. بالظبط، بيبدأ ينسيك السبب اللي انت موجود اصلا علشانه، الرسالة اللي انت جاي علشانها، فيبدأ يشتغل عن طريق ان هو يغير هرمونات جسمك. طب ما برضو احنا معرفناش ايه هو الجهاز التدمير الذاتي ده. هو ده عقلك بمجرد ما بتبتدي ان انت تقنعه بحاجة، هو بيبتدي ينفذ لك الحاجة دي. يعني ايه؟ يعني انت بتبتدي تقول انا مش عايز انجح، انا مش عايز انجح، انا مش عايز انجح، بتكررها في نفسك، عقلك بيصدقها ويبتدي هو يساعدك على ده. مش انت قلت له انا مش عايز انجح، يبتدي هو ينفذ لك اللي انت عايزه، ويخليك نايم على السرير مش قادر تقوم ومش قادر تتحرك، ويبتدي تخش في حاجات اعلى، وهي حاجة اسمها السايكوسوماتيك إلنس، اللي هي الأعراض النفس جسمية. مرة واحدة تلاقي معدتك بدأت توجعك، ومرة واحدة تلاقي عظمك بدأ يوجعك، وفي خمول شديد قوي في جسمك، وطبعا مش قادر تتحرك علشان انت أقنعت نفسك بشيء مش موجود، شيء مش صح. طب ما برضو هي الصلاة هتفيدك في ايه؟ هي مبدئيا ان انت لما بتبتدي تصلي، او بالاخص تبتدي تتوضى، فانت بتهيئ نفسك خلاص للصلاة، بتهيئ نفسك ان انت هتروح تقابل ربنا وتشتكي له همك، لان انت مفيش حد تاني تشتكي له همك، مفيش. كل اللي انت كنت بتشتكي لهم يا اما راحوا يا اما ماتوا، فما بقاش ليك حد. فبتبتدي تهيئ نفسك ان انت تشتكي لربنا، فبتبتدي تتوضى وتهيئ نفسك انك هتتصلي، ولما تيجي تقول الله اكبر، انت حرفيا خلاص انت مستسلم، انت مستسلم لربنا، وتبدأ تطلع اللي جواك. حتى ان الناس اللي بتبقى نفسها عزيزة عليها، او مثلا ما يقدروش ان هم يعيطوا قدام حد، الصلاة الوحيدة اللي بيبقى الموضوع ده بالنسبة لهم سهل ان هم يعيطوا، ان هم خلاص منكسرين، خلاص مفيش حد يقدر ان هو يحل لهم مشاكلهم الا ربنا. فانت بتبدأ ان انت تجدد نفسيتك 5 مرات في اليوم. تخيل انت بتبدأ تشكي همومك 5 مرات في اليوم، يعني اللي هو انت مش محتاج لحاجة. وكمان يعني مش لما بتشتكي تلاقي رد مثلا ان انت هتقعد تشتكي كتير بقى، انت خلاص انا زهقت منك. لا، ربنا لا، ولا بيقول لك انا زهقت منك، ولا بيقول لك كفاية شكوى. بالعكس، ده هو يعني سورة البقرة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فتخيل انت كده، اللي هو يعني بيرد عليك بيقول لك ان انت مهما اشتكيت انا مش هزهق منك، لا انا معاك دايما، وهعمل لك اللي انت عايزه، واشتكي زي ما انت عاوز، لان انت اصلا ما عندكش الا ربنا. ودي كانت معلومة ليك، ودي انا قايلها يعني عشان الاستفادة وزكاة عن العلم بتاعي.
وانت ممكن تفيد بيها غيرك لو طبقتها في حياتك. وبس. وأحب أختم بسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كان معكم هشام عماد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالشفاء.